مرحبا مرحبا. خبرينا شو أول شي عملتيه من بعد ما فليتي من التكريم وشو عملت بالتروفي؟ يعني الشغلة ما أنا اختراع ذري، يعني ما أنا بطولة. على فكرة الجائزة لسه معي هون بالسيارة، عم ماخذها معي وين ما كانت. أنا ماني مشعوذ، مين قال لك إني مشعوذ؟ ليش مبين علي إني متضايق شيء؟ بس يعني الشغلة ما كبيرة، ما بدك كل هالقد تبهروا وتسووا بطولة يعني. كثير مبسوطة فيها وكثير فرحانة وفخورة بحالي. لك ولا انت حقك فرنك بساعة الغداء، لو كان في عندك ذرة من الشرفة ما كنت بتشتغل هالشغلة. كنت كثير متوترة. صعبة، هي صعبة كثير. شو تعودنا؟ شفنا كمان خلال تكريمك النجمة ماجي بغصن كانت عم تتفاعل مع غنيتك، قد يعني لك هيدا الأمر؟ تكتبنا لك العالم الصرماي ناسنا وسخجرياتنا والله. طلع عليكم شو واطيين. لما شفتها حسيت دمعت وصار عندي مشاعر كثير قوية. مشاعري أنا بحبها كشخص، وأول مرة بشوفها على الواقع كانت بحفل موريكس دور. إيه؟ شو زين؟ بس كثير انبسطت بوجودها ولدعمها، عن جد I love you so much ماجي. عامل لي حالك ذكي ما. تيم حسن شو قال لك وقت شافك أول مرة التقى فيكي، ومحمد شاكر وحتى ماجي شو قالت لك؟ إيه؟ على السؤال سيدة. ماجي قالت لي ما شاء الله شو حلوة والله يوفقك يا رب، وإن شاء الله هيك كملي قوية، وهيك قالت لي. ولك إلهي بتنشلخي من حناكك شلخ. الفنان تيم حسن قال لي خليكي قوية وما شاء الله عنك مكسرة الدنيا. شو أليف وحنون هالبيسة. فنان محمد شاكر كثير أكابر. واح أكابر، واح كتير أكابر. كنا قاعدين طول الوقت على الطاولة نفسها، فإذا بحكي لك شو قال لي ما بنخلص عشان تحدثنا. لك حاجة عليك بقى، حاجة عليك العلعمة بعيونك، شو بتحبي تعلكي؟ بمقابلتنا مع نادين جابر أشادت كثير بتمثيلك. كان بتجنن بشوفها، قلت لها يلا ان شاء الله عنا ممثله جيد. لك ما الحق عليك، الحق على اللي سالك. قديش هيدا رح يحفزك إنه تشوفك من النجمات الصف أول؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ولك إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، ولك إن شاء الله يعذبني أوكي. أنا بحب التمثيل من زمان. وحياة المعزة، وحياة المعزة، من وأنا فراخ صغير هالقد حلم حياتي يصير ممثل. على أساس فريد شوقي يعني. ولما خضت هالتجربة مع المبدعة نادين جابر كثير انبسطت وفرحت، وقالت لي حبيت تمثيلك. لك شبك لك جودة، والله اللي بسمعك فرنك ممثل عن جد. أعطتني كثير دافع إني كمل يعني أو أعمل شيء ممكن جرب التمثيل. عم تشبه لي حالها بالممثلة هالصفيرونية. من بعد النجاحات اللي حققتيها هل بعدك عم تتعرضي لحروب؟ أكيد كل ناجح بيتعرض لحروب طبعا. ما تخافي ما تخافي، ما حدا سألان عنك، هلا الضيعة كلها في خطر. أكيد بقول لهم الله يسامحكم، بس الله لا يسامحك وتفي عليك. مع السلامة، مع السلامة يا حمامة. يا مرحبا بزوارنا يوم الأسبوع جارنا، مع السلامة.